هنعمل الماسك ده ربع ساعه، كل 5 دقائق في ربع ساعه دي بنلمي كتل الخيار دي في الباسكت ونحط غيرها. بس اتفرجي على وشك في خلال شهر وعيشي بيه بقى فترات من الزمن، شهور وسنين عادي يعني. تمام. في ناس بتنام بالخيار مفيش مشكله. حاجه من عند ربنا، مش عايزه اقول لك لا، اصل الخيار ده مذهل يعني عايزه اقول لو جربتوه بس شهر شوفي بشرتك هتبقى عامله ازاي. طيب في حاجه ملاحظه برضو رانيا في السنين الاخيره، انه البنات الصغيرين في عشرينات وثلاثينات بدا يظهر لهم حاجات من هنا وحاجات من هنا وحاجات من هنا، وابتدينا نعمل دول. وايه اللي حصل؟ لا وبعدين تلاقيها كمان صغيره في السن وتقول انا رايحه احقن ما اعرفش. انت يا بنتي في ايه؟ انت لسه عشريناتي ثلاثيناتي، ما ينفعش الكلام ده. انا شفت كده ناس بتحقن عندها 25 سنه. تخيل لما ابقى عندي 30 سنه يعني. او ابقى 40 سنه هعمل ايه؟ اموت نفسي؟ لا، ما انا عايزه اعرف هعمل ايه. يعني انا مستهلكه البشره بدري ليه؟ مش هتكلم في الجزئيه دي. انا مش ضد الحقن، بالعكس انا مع التكنولوجي اللي في الطب جدا، في التجميل معاه جدا. لا احنا يعني مش معترضين عليه، انما بنقول نستبدله بايه من الطبيعه. بس في حاجه انا عايزه اقول حاجه مهمه جدا، انا مع ده قوي، بس لانهي فئه عمريه ده واحد. وبعدين لو انا رحت عملت شويه ليزر لمده 6 شهور، بس مش هقدر امشي عمري بكل ما التكنولوجي ده طول عمري، لكن اقدر امشي بالحاجات الطبيعيه. يعني مثلا في ناس في حلها ليزر مش هينفع حاجه طبيعيه، مش هينفع فعلا اعمله، وامشي باقي بقى الدنيا بحاجات طبيعيه. لان عايزه اقول لك الحاجات الطبيعيه والله العظيم بتجيب نتائج مذهله. وبمناسبه الخيار، في كريمات بالسوق مش مظبوطه مثلا مكوناتها زبادي وخيار الحاجات، والله العظيم بدون اي مبالغه وانا بحلف يعني اوكي ان الخيار اقوى منها وافضل منها مش بفلوس. اوكي، وجربوا يعني اللي انا بقوله ده جربوه. تمام. فانا مع ده. لكن طبعا البنوته الصغيره اللي انت بتحكي عليها دي ده بقت كتير قوي. اولا احنا طول الوقت ماسكين الكنز الغازي بنشرب، والبطاطس المحمره ونسكافيه وقهوه. طب ما هو ده هي خدت ايه؟ ولا حاجه. فطبعا مره في مره سنه ورا سنه طبعا لازم يظهر لها مفيش تغذيه سليمه. والتغذيه السليمه مش بروتين فقط، لا، خضروات فواكه. يعني لو احنا المفروض يعني في دراسات بتقول لو انا كل يوم اخدت يعني من 10 ل 15 ثمره فاكهه، اتفرجي على بشرتك. واعتقد البرتقال كل والكيوي والحاجات دي كلها موجوده، ولو انا خدت منها بكميات ملت جزء من معدتي، وفي نفس الوقت ادتني نضاره بشره وشعر مش قادره اقول لك، مش قادره اقول لك بجد. هنعمل ايه؟ وبمناسبه بقى النضاره والليمون والبرتقال والحاجات دي، هنعمل يوم ماسك لتفتيح البشره وتغذيه البشره، وبيديها نضاره غير عاديه. مش دلوقتي بيروحوا ياخدوا ابر فيتامينز؟ لا مالناش دعوه. لا انا معاها، طبيعي هنا. انا معاها، بس لانهي زي بالعكس والله بدون مبالغه انا مع ده جدا، بس لانهي فئه عمريه كبيره. وبعد ما اعمل ده هاجي ارجع بحاجات طبيعيه. يعني لا غنى عن الطبيعي حتى لو هي عملت يعني في حد مثلا شرب كميه ميه الصبح يقول لك خلاص مش هشرب باقي اليوم. لا ما ينفعش، مفيش كده، مفيش كده. تمام. اليوم بقى هنتكلم على ايه يا دينا؟ عن البرتقال اوكي، الاورنج يعني اوكي. شوفي البرتقاله دي بقت عامله ازاي؟ بقت زي البطه خالص. انت قشرتيها؟ لا ما قشرتهاش، انا بشرتها. بشرتي القشره اللي عادي. بشرنا القشره اهو اللي هي ده. اوكي ده البشر تمام كده. تمام. الكاميرا بس ماشي تمام. دي برتقانه عاديه خالص، بشرنا القشره بقت كده. تمام. وكمان جبنا ليمون نفس الحدوته، بشرتي قشره خارجين الليمون. طبعا قشر البرتقان وقشر الليمون في نسبه زيت طبيعي من البرتقان والليمون، مهما اقول لك جماله ازاي على البشره والايد ما حصلش. يعني لما هنستعمل الماسك اللي انا هقول عليه هتبقي ما حصلتيش. اوكي. اولا لما احنا بنجيب طبعا بنغسل البرتقان كويس قوي، ويكون ثمره البرتقاله نضره جدا بتلمع، هبشرها على المبشره من الناحيه الناعمه. تمام. الليمون نفس الكلام. وانت هتبشري في طبق، لو جبتي طبق ابيض وبتبشري هتلاقي رذاذ كده على الطبق، رذاذ ده الزيت بتاع البرتقان او الليمون. لو خدتي ده وعملتيه بس كده على بشرتك، اولا تحسي بحرقان خفيف، وبعد 5 دقايق تحسي بشرتك عامله ناعمه جدا وعامله زي بشره البيبي. طب ده الحرقان اللي انت بتتكلمي عنه تمام. ده ما يعورش؟ لا خالص خالص، لان ده حمض يعني، بس ده زيت. زيت. انت مش واخده العصير بيور، لا ده زيت. العصير البرتقال عفوا ثمره البرتقال والليمون بيتعملوا بمليون طريقه. النهارده هنقول طريقه منهم عشان الجمهور ما يتلخبطش، وهنشوف نعمل ايه. زي ما احنا قلنا ده كده اهو، بصي ده بشر البرتقال، بشر برتقال فقط، وما وصلتش للجزء الابيض، وانا مش عايزه اوصل للجزء الابيض. تمام. هاخد عليه بشر 2 ليمونه، ده بشر 2 ليمونه، هحطهم كده على بعض.
تمام تمام كده. هبتدي كده اخد ده. طبعا انا عايزه اقول لكم انا عامله ده مثلا الساعه 3 الفجر يعني. معلش جايبين نبقى جاهزين يعني. اوكي. طبعا لو بيتعمل فريش اون تايمينج يعني بيبقى اروع يعني، بس طبعا احنا لازم نبقى جاهزين. اوكي. هخلط كده على بعضه كويس، وبعدين هبتدي اجيب الخلاط بتاعي، الخلاط اللي احنا بنعصر فيه كل الفروتس والحاجات، وهبتدي اخد عصير بقى البرتقال. اوكي. الاورنج ده. اوكي. عايزه اقول لك كل دلوقتي الكريمات والمرطبات نازله بفيتامين سي. جايبينه منين؟ ده حتى بعض انواع المكياج كمان والجوافه وعلى فكره الجوافه فيها نسبه فيتامين سي عاليه جدا. اوكي. هاخد بقى عصير برتقال، هعصر البرتقال في كاسه او حاجه، بس احنا طبعا عشان ما عندناش، احنا مش في مطبخ يعني، احنا على النيل. اوكي. اوكي. هاخد كده عصير البرتقال والليمون واخدهم كده مع بعض واضربهم بالخلاط مع البشر. مع البشر كله مع بعض. عايزه اقول لك بيديكي حاجه نتيجه ساحره يعني. طيب ده له صلاحيه؟ الايه؟ ده له صلاحيه يعني؟ هل نقدر كمان الخليط ده نحطه في العلبه الازاز اياها؟ بالظبط. برطمان ازاز. معظم حاجتنا بتاعه التجميل لازم في حاجه ازاز، لان طبعا زي ما انت شايفه الليمون والبرتقال حمض يعني. اوكي. ما ينفعش احط في بلاستيك او معدن او ميتال مش مظبوط. اوكي. هاخد كل ده كده تمام، وهعصر عليه الليمون واضربه بالخلاط مع هنقول بقى الزيوت التاليه. زيوت طبعا زيوت. ما هو انا عايزه اقول البرتقال والليمون بتعمل باكثر من طريقه. دي احدى الطرق. بتعمل ايه بقى الطريقه دي ونسيب الماسك قد ايه؟ ده اللي هنقوله. اولا نقدر نحتفظ بالماسك ده 3 4 ايام، يوصل معانا لاسبوع في الشتاء. اوكي. تمام. يوصل معانا لاسبوع في الشتاء. ده بصوا الليمون اللي انا بشرته. عايزه اقول لك لما بنبشر البرتقال والليمون وجبتي قطنه وخدتي الرذاذ اللي داير مداير الطبق كده وعملتي بيها بشرتك حرير بعد 5 دقائق، وطبعا يكون على بشره نظيفه زي الفل. زي الفل. اوكي. ما هو احنا عايزين برضه يا رانيا نعرف نغسل وشنا ازاي. هنقول الطريقه الصح ان شاء الله في الحلقه جايه. هنقول طريقه نغسل بيها بشرتنا بالليفه الطبيعيه، وتتقسم. هجيب لكم ليفه هنا في الاستوديو. نمسح المكياج بقى نعيش اهو. ده كده احنا كده عصرنا برتقال على ليمون طبعا، اللي هو قيمه اللي انا بشرته. انا بشرت برتقاله واحده 2 ليمونه، خدت العصير بتاعهم. اوكي. تمام. وطبعا هم فيهم شويه عصير، بس انا مش هقعد اعمل كل ده عشان وقت البروجرام، وعايزه اقول حاجات كتير جدا. انت قلتي ان احنا هنحط دول في الخلاط. كل ده بقى في الخلاط هيتحط معاه زيوت ولا زيوت بعد ما يطلع؟ لا كل ده هيتضرب بالخلاط عليه الزيوت التاليه. ايه الزيوت التاليه؟ انا عامله الماسك ده عشان ايه؟ ارطب، اغذي، بس اكثر منه افتح البشره واديها نضاره. يعني ده ماسك تفتيح ونضاره. جميل. تفتيح ونضاره. جميل. واي حاجه بتدي نضاره اوكي بالتالي بترطب. تمام. تمام. هناخد معلقه زيت زيتون، هناخد كده معلقه زيت زيتون اهي. تمام. وهناخد زيت لوز مر، وزيت اللوز المر من الحاجات اللي تفتح البشره. ولو انت قريبه مني شويه اوكي كنت ممكن اخليكي تشمي زيت اللوز تعرفي الفرق. لا انا عارفه ريحته حلوه قوي. لا اللوز طيب هو زيت اللوز هيكون موجود عند العطار ولا في الصيدليه؟ لا انا هقول بقى كل الحاجات اللي احنا بنجيبها من عند العطار. اوكي. بس ممكن نجيب زيت لوز حلو من الاجزخانه، ولكن مش هنلاقي زيت لوز مر في الاجزخانه. انت عايز زيت لوز مر. بصوا يا جماعه، زيت اللوز المر ده شكله اصفر فاتح جدا. زيت اللوز الحلو ده اللون اهو. بصوا اهو، ده اللوز الحلو، ده كده اللوز الحلو، ده المر اهو. ده الفرق. الحلو اصفر فاتح، المر مايل للابيض شويه او شفاف اكتر. بالظبط كده. اوكي. ترانسبارون اكتر. اوكي. كمان اللوز المر تعرفوه ازاي؟ هتشمي، عارفه انت تدخينه النقل، مش فيه تدخينه كده. هو ده ريحته كده طبيعيه كده. زيت اللوز الحلو ساعات بيكون ريحته سويتي شويه. لكن في الغالب ما بقاش له ريحه. تمام. هنبتدي نخلط دول. حطينا معلقه زيت زيتون ومعلقه زيت لوز مر. اوكي. وطبعا لو انا عملت 3 برتقانه 4 برتقانه هزود طبعا اضاعف كميه الزيوت. هخلط ده بالخلاط، اضربه ضرب مبرح، اضربه لحد ما يعيط يا حرام. لازم اضربه ضرب فظيع يعني. اوكي. بعد كده هيخرج من ده يعني هاخد بقى ده هيبقى زي البري قوي. مش هنصفيه هناخده زي ما هو كده، ونبتدي ناخد منه نعمله بيه مساج على بشره الوش بشكل دائري بالظبط. يعني انا هاخد كده الماسك على بشرتي كده بشكل دائري. وايدي تبقى خفيفه وسريعه. في ناس بقى يا دينا لما تيجي تعمل حاجه على البشره بالظبط ايه؟ ادي
لا 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 كتيره كتير كده ناشين مكياج. لا اقصد انه يعني الحركات دي البشره اصلا خفيفه ما بتستحملش ده. بشكل دائري هياخد كده بشكل دائري ويكون على بشره نظيفه زي الفل، يعني يكون لسه غاسله حالا بشرتي ميه سخنه وليفه وصابون او الغسول مسام زي الفل مفتوحه وحالا احط ده. اوكي طبعا يعني بعد دقيقه واحده انت هتحسي بشرتك بتحرقك شويه. ده يعني لما تحسي ان كده نعرفي ان المسام مفتوحه، الخلايا مظبوطه مستوعبه كده، انت في تفاعل فاطمن. يعني في ناس تقول لك لا هبلي بشره، ابدا عمره ما هيلهب البشره. ده يناسب كل انواع البشرات. حالا هقول والله بس احنا حاسين في كيمستري قوي. حالا نسوي الماسك بقى لانهي انواع بشره؟ البشره العاديه، المركبه، الدهنيه جدا، والجافه، بس مش الجافه الحساسه، الجافه فقط. البشره الحساسه ما تعملوش خالص. بس انا بتهيألي المصريين اغلبهم بشرتهم دهنيه اللي هي اصلا مش بيناسب معاها اي حاجه. يعني ممكن مركبه، يعني مركبه الدهنيه، مركبه يعني اللي جافه سنه هتلاقي فيه هنا جفاف شويه، هنا لا، يعني هتلاقي دايما الجفاف في منطقه الخدود هنا بالحته دي التي زون. تمام. هتلاقي معظم المصريين فعلا كده. اوكي. وعايزه اقول حاجه، ان البشره الدهنيه والمركبه ما بتعجزش بسرعه، دي نعمه كبيره من ربنا. طبعا. اوكي. هنحتفظ بده بقى بالثلاجه فتره كده 4-5 ايام، معانا اسبوع بالشتاء. نعمل الماسك ده كل قد ايه؟ معانا مرتين بالاسبوع، ممكن نعمله كل يوم، بس كل يوم على الجسم. ومن القواعد بتاعه التجميل يا دينا، كل الماسكات اللي تتحط على بشره الوش اقدر احطها على ايديا ورجليا وعلى الجسم بالكامل. لكن الحاجه الخاصه بالجسم ابدا ما ينفعش احطها على الوش، لان الوش نوعيه البشره مختلفه بالظبط. وكمان نفس التركيبه دي اقدر احط على الكوع، على الركب. وبمناسبه الكوع والركب، يعني بمناسبه الشتاء والشربات وان احنا لابسين مقفل وحلوين كده ومتدفيين وبتاع، دايما تلاقي يعني مش كل الناس بعض المراه كده المصريه تقول لك انا لابسه الشراب مش باين حاجه، وانسى قلعه الشراب او كده بتلاقي الرجل او الايد كلها مجيره. يا جماعه ما ينفعش، ما ينفعش. لا لازم، ده احنا في الشتاء بنبقى محتاجين مرطبات ترطيب اكتر. ودايما تقول لك ايه، يعني حتى لما يجي الصيف نقول لك ايه بقى، يعني خلاص قلعنا شربات بقى والحاجات اللي مدفيانا دي قوي، ونروح نعمل باتيكير ومانيكير ويعني نحط يعني ننطلق. لا، الجلد في الشتاء محتاج مضاعفه جدا في الترطيب، لان احنا فعلا الجلد بيجف. فانا بس عايزه اقول لكل بنوته وهنومه كده، اهتمي بنفسك واهتمي بجوزك، وخدي من السنه الجديده كده بدايه ان انت تعملي حاجات جديده. في حاجات كتير ممكن تتعمل جديده. وعندي حاجه كده برضو عايزه اقولها، من ضمن الاهتمام ان انت تهتمي بالطرف الاخر اللي مشاركك حياتك. صحيح مش كل الرجاله لطاف، نسبه 90% مش كتير قوي يعني، بس نسبه معقوله والله. يعني المفروض انت برضو تهتمي بيه شكلا، موضوعا، مهندم. يعني انا بشوف راجل مبهدل والحاجتين، يا اما هو يا حرام ملوش مزاج يهتم بنفسه وعايش شكله كده، او الست اللي معاه مبهدلاه كده. فبقى انت مبهدلاه ليه يعني؟ اوكي. ده طب بصي، بما انه القعده دي قعده ستات، ايوه فاخلي الراجل على جنب. لا، ما احنا هنقول اهو، لا مش عشان حاجه، عشان يمكن يزود المصروف شويه. يزود المصروف عشان نجيب اعشاب ونجيب زيوت. لا ما نقولش الكلام ده بقى، نقول الحاجات كلها من باريس. ما انت لو قلتي كده اقول لك الحاجات مش بفلوس قوي يعني. طب بصي، هو بما ان احنا بنتكلم عن الراجل، فهو من الحاجات اللي بيحبها الشعر. نعتني له ازاي بالشعر بقى؟ لا، نعتني الاول نفسنا. انا عايزه اقول حاجه من الحاجات الحلوه قوي، لازم انت تشوفي نفسك حلوه وتتجملي لنفسك وتستمتعي انت الاول بنفسك. أشكرك. بالتالي هو هيشوفك حلوه. لكن انا هتبقى حياتي انا بتجمل ومتأنتكه ولطيفه ولذيذه عشان في انسان في حياتي، يعني هو ده 90% مننا. ما بقولكيش لا، لان برضو الحب بيدي طاقه ايجابيه. أكيد. الحب بيقوي ما بيضعفش. يعني عايزه اقول لك ان انت لما بتحبي حد وهو بيحبك بيبقى عندك طاقه ايجابيه تقومي تهدي الدنيا وتبنيها من اول وجديد. وتلاقي بقى الماسكات اشتغلت وعندك حماسه والدنيا يعني. لكن لما الدنيا يعني شويه بتريح بتلاقي انت نفسك ريحتي. لا، مش عايزين حد يريح، مش عايزين حد يريح. الشعر بيتاثر بدرجات الحراره، يعني في الشتاء مثلا وفي البرد ده تلاقي الشعر يختلف، يعني حتى طبيعته نفسها تختلف. هو الشتاء ما بيأثرش على الشعر قوي زي الصيف. احنا في الصيف بنعاني من الرطوبه. لكن في الشتاء لا، بالعكس. الجو لطيف في الشتاء. بس الشتاء بقى ممكن يعمل ايه؟ قشره، تبقى القشره عامله زي الباودر كده نازله على كتاف الجاكيت، سواء بقى بنات او ستات او رجاله او اي حد، يعني الكلام ده بيحصل. فاحنا مهم قوي في الشتاء نقاوم القشره. نقاوم القشره بايه؟ حاجات كتير قوي ممكن نعملها. تمام. بس خليني اكمل لك الماسك ده، نكمل. بس الماسك ده احنا ممكن نعمله زي ما قلنا يوم ويوم،
مرتين بالاسبوع، وممكن نعمله على بشره الجسم بالكامل. هنقعده بقى قد ايه على بشره الوش؟ هنقعده 20 دقيقه فقط على بشره الوش، ونشطف بميه كويس قوي. يعني احنا هتبقى بشره زي ما احنا قلنا بشره زي الفل، هنحطه على البشره 20 دقيقه ونشطفه بميه فتره، وبعد كده عشان عايزه افتح بشرتي هحط على بشرتي زيت لوز مر فقط. زيت لوز مر فقط، مش اكتر من كده، واسيب بقى الحاجه. وطبعا ماسك زي ده ما اعملوش وانزل في الشمس. ليمون، زيوت، برتقال، كل الكلام ده يتعمل بالليل. ممكن تعمليه الصبح زي ما انت عايزه، ما تطلعيش بس ما تنزليش، اعمليه في اي وقت. المهم اعمليه في اي وقت انت حباه، ولكن شمس لا. تمام. فالماسك ده عايزه اقول لكم من الحاجات الرائعه. ودايما بشر البرتقال والليمون لما تحطي ده على بشرتك بجد بشرتك بتبقى عامله زي البيبي. شوفي بشره البيبي بتبقى رائعه ازاي. البشره دي بتبقى كده، بينعم البشره بشكل مذهل. ما حصلش. احنا عايزين ما نبقى ما حصلناش. الست المصريه والمراه المصريه ولا اروع يعني، وبجد يعني كل الاحترام والتحيه، وبين احنا لازم ننحاز، احنا متحيزين. هنقول على ماسك تاني حلو قوي للايدين والرجلين، وهو بنتكلم اليوم على ماسكين فيهم عسل وزيت ورد. عسل وزيت ورد. عايزه اقول لك يا دينا، زيت الورد مش قادره اقول لك ما حصلش. زيت الورد غير ميه الورد. ده زيت الورد، ده لون زيت الورد. ده من عند العطار برضه؟ كله من عند العطار، ولو قعد شويه ممكن يبقى اصفر اكتر شويه، بس عاده زيت الورد لما بتبقى لسه طازه بيبقى اصفر فاتح جدا. لما بيقعد شويه يغمق شويه، بس ما بيوصلش مثلا كده، ما بيوصلش اللون ده، عمره ما يوصل اللون ده. تمام. هنعمل ماسك حلو قوي برضو. احنا المرأة برضو يعني العاملة اللي بتشتغل بتبقى مهلكة قوي، ودايما كل حاجة بتعملها بسرعة لأن عايزة تلحق مليون حاجة. فدايما الإيدين من كتر ما هي بتعمل صحون بمساحيق الصحون، وبعدين تجري على الحمام تعمل حاجات فتغيير الصابون، نوعية الصابون والمية السخنة والمية الساقعة بجد بيعجز الإيدين وبيجففها جدا، بيخليها ناشفة بشكل فظيع. هنعمل بقى حاجة اليوم لطيفة جدا ورائعة جدا تخلي كده الإيدين ملبنية يعني. اوكي. الايدين هو ماسك للايدين والرجلين والجسم بالكامل. اوكي. لكن الوش لا خالص. الوش لا خالص. اوكي. هناخد هنا زيت ورد، دي معلقه كده زيت ورد. ده المعلقه دي تشبه معلقه البيت الصغيره؟ بصي، هي المعايير متساويه، في معايير بتبقى مرنه وفي معايير متساويه، وفي معايير اقول لك زيت الورد اصله بيتحسب بالنقطه. بس اليوم انا بعمل حاجه معينه فباخد بالمعلقه. تمام. اوكي. وهاخد عسل نحل. طبعا عايزه اقول لكم فوائد العسل نقول فيها يعني حلقات من اولها. اوكي. ادي عسل النحل. اوكي. معلقه ومعلقه، اي معلقه عندك في البيت، اصغر من كده اكبر من كده، المهم هتبقى مقادير متساويه يا دينا. تمام. تمام. وان شاء الله كده يعني يوم طيب يعدي على الف خير، تجربوا الحاجات دي هتعجبكم جدا. بس لازم يكون زيت ورد، ما ينفعش ميه ورد خالص. بصي بقى، عايزه اقول لك يعني ان شاء الله بعد الحلقه تجربي الماسك ده وتقولي لي ايه الاخبار. معاكي. ناخد الاطباق دي ونقعد بره. ايوه. ادي زيت الورد وعسل النحل. بصي عاملين زي البلسم. بصي الكاميرا هتجيبهم اهو بالظبط كده، الكاميرا جايبه اهو. بصي عاملين زي بلسم اهو. عارفه كده الملبن؟ بصي اهو. بصوا ازاي رائع. رائع. هنغسل ايدينا كويس قوي وناخد الماسك ده بالفرشه. عايزه اقول حاجه مهمه قوي، التكنيك مهم، الطريقه. احنا عاده لما بنيجي نحط ايدينا الكريم بنحط قطعه الكريم ونعمل كده ونعمل كده. لا غلط. اي حاجه عايزه احطها على ايدي وبشره ايدي احط كده واعمل كده. في الصوابع واحنا رايحين على الكف نفسه. ما يبقاش كده. مش العكس. يعني احنا بنعمل دايما كده، بنحط قطعه كريم ونعمل كده. صح الحركه دي. ها كده. لا، كله على فوق، كله على فوق. اوكي. حتى بالشاور لما بنيجي نستحمى احنا دايما بنعمل كده. لا، كله على كده، لان اولا دي كده فتح المسام. فانا عايزه ادخل الحاجه اللي انا بحطها المغذيه المرطبه المنعمه الى اخره، ادخلها جوه المسام مش هخرجها. هايل. اوكي. فده التكنيك. فانا هاخد بفرشه زي دي، لو انا هعمل جسمي كله، الجسم بالكامل يتحط عليه الماسك ده. طب ليه فرشه يا رانيا؟ يعني ما ينفعش انه بالصوابع نفسها؟ افضل لا، ممكن بالايد طبعا، بس افضل بالفرشه عشان انا عايزه اعمل هدهن جسمي كله. لو انا بعمل جسمي. دي فرشه مكياج عاديه ولا فرشه بمواصفات خاصه؟ لا فرشه مكياج عاديه ورخيصه جدا. اوكي. هبتدي احط، انا مش عايزه بس احط ايدي عشان بشتغل، كله على فوق
تمام. اسيبه قد ايه على جسمي؟ لو هعمل على جسمي اسيبه نص ساعه، معاكي لحد ساعه لو قادره تتحملي. حطه على كل الجسم ما عدا الوش. لا، ما عدا الوش وما عدا منطقه تانية. اقدر احطه على منطقه تحت البطن مفيش مشكله. المنطقه الاخرى طبعا انتوا عارفين ده مش هتحط عليها خالص خالص، اوكي، لان دي منطقه اكثر حساسيه من منطقه تحت البطن. فاهمه؟ على الجسم بالكامل زي ما قلنا، وحضراتكم فاهمين واذكياء جدا. تمام تمام. فايده بقى الماسك ده ايه؟ يغذي جدا، يرطب جدا. لما بتشطفي جسمك طبعا يتحط على بشره جسم نظيفه زي الفل، يعني تبقي بقلب الحمام وبقلب البانيو وخلصتي شاور وبالليف وصابون او الغسول والدنيا زي الفل، وانت بقلب الحمام نشفتي بس وانت في البانيو، فانت جسمك فيه ستيم، فيه بخار. لسه لما تعملي ده المسام مفتوحه تماما، هتعملي بقى الجسم بقى. لو انا بشتغل على الجسم من اسفل لاعلى، هجيب من اول الرجل من اسفل لاعلى، طالع على فوق بنفس، يعني شوفي مهم يا جماعه ده جدا. انا بعمل كده الجسم والرجل برضو كده، اوكي. ما حدش بقى يحط لي من فوق لتحت، لا، اوكي. واسيبه على قد ما اقدر استحمل. طبعا هتقولي يا رانيا احنا شتاء وحرام عليكي وانت مفتريه. لا، انا مش مفتريه. ممكن نعمل حاجه لطيفه قوي، ننظف الحمام، نغسل التوك، نغسل حاجاتنا الشخصيه، نغسل الشرابات، نعمل مليون اي حاجه، نرتب الحمام ونلمعه. نحط لو حاطين يعني شويه ادوات في الحمام نحطها بطريقه مختلفه. نجدد يا جماعه، يعني محتاجين نجدد. بصي احنا محتاجين نقابلك كتير اصلا ان شاء الله، لانه الوقت خلص.